يا ريت كلنا نبقى على الاتيكيت. يا ناس يا طيبة يا أهل الذوق يا كرام، تعالوا نحكي حكاية عن فن وعن مقام. حاجة بسيطة بس بتفرق في عيشة كل الأنام. يا ريت كلنا نبقى على الاتيكيت. تمام، في كل مكان بنروحه جوه أو برا البيوت نفسنا الناس تمدحنا ونكون أحسن ناس في الكروت. نتعامل بذوق أصول وما نجرحش ولا نؤذي، نخلي سيرتنا حلوة في كل مجلس يتوزي. عن الضيوف واستقبالهم، يجي الضيف على بيتنا بنرحب بيه وبفرحة، نفرش له الأرض ورد ونقول له ألف ألف مرحبا. لكن يا عيني في ناس يا بتوع الاستقبال بدل أهلا وسهلا تقول خلص بقى تعالى، كأن الضيف ده عبء أو جه في وقت مش مناسب. يا أخي فين الأصول وفين الذوق والمناسب؟ الضيف ده نعمة من ربنا، يجي لك بوشوش سامحة لازم نكرمه ونعامله بكل محبة وسامحة. بلاش وشوش مكشرة ولا عيون فيها استعجال، خلينا أهل كرم وعايشين على أرقى منوال. عن الطابور وعن الإزعاج وفي الزحمة يا عالم، وقت ما بنقف طابور في البنك أو في المترو أو حتى قدام صور، في ناس يا عيني عليهم ما يعرفوش يقفوا دور، يزقوا ويزحموا كأنهم في سباق مع النور. يوفشوا ويأذوا الناس بكتفهم وبكلامهم ولا كأنهم شايفين حد واقف قدامهم. يا أخي فين الاحترام وفين تقدير البشر؟ كل واحد ليه حق، بلاش نضيعه ونخسر. النظام ده راحة لينا بيخلي الدنيا ماشية، وبلاش زعل وقلة ذوق تخلي حياتنا طاشية. وفي ناس تيجي فجأة وبلا أي موعد مسبق تقعد بالساعات كأنها في بيتها بجد. عن الزيارات اللي بلا ميعاد والطلبات الزيادة، دي الزيارة الحلوة اللي بتكون على ميعاد عشان الكل يرتاح وما يكونش في استبعاد. ويجي لك واحد تاني مواعيده دايما مستبعدة بس يقول لك اعزمني هات، وفي طلبات متفردة كل شوية اعزمني على كذا وهات لي كذا يا صاحبي. يا اخي دي مش صداقة، دي استغلال واضح وعلني. العزومة اصولها معروفة ومش بالطلب والتطفل، الصداقة بتبني على الود مش على الاكل والتمثل. لازم ما نبقاش بالصورة دي اللي بتخجل وتسود، لازم نغير من نفسنا ونكون احسن ناس في الوجود. لازم نغير صورتنا وننصح بالهدوء بالنصيحة الحلوة وبأرقى وأعذب كلام، وكل مرة بكلمة صغنونة نفهمها في احترام. مرة على مرة القلب بيتلين ويفهم، والنفس بتتروض والعقل بيكبر ويهتم. التغيير بيبدأ بينا، كل واحد يبدأ بنفسه، يراجع أفعاله وكلامه ويغير في همسه. يا ناس يا كرام، الاتيكيت ده فن الحياة بيخلي الدنيا أجمل ويجيب للكل رضاه. خاتمة الأمل والنصيحة، لو كل واحد منا عرف حدوده وأصوله هنعيش في سلامه هنا، ونقوله اللي نقوله خلوها نصيحة في ودنكم وحكمة في كل حين. الاتيكيت ده سلوك بيعلي قيمة البني آدم فيه.